بالتأكيد هو الأسد الذي لا يخاف، معروف بإمكانياته بشجاعته بحنكته في المصارعة السودانية. قلب الأسد أوله هو قلب الأسد، يملك الشجاعة، يملك القوة، يملك الأداء الجميل بكل تأكيد. إذا أوله والأسد في حوار من نار، مباراة كبار، مباراة بالتأكيد. مطلوب من العم إمام العضو في نادي الرياضيين الحضور إلى المنصة. العم إمام العضو في نادي الرياضيين الحضور إلى المنصة. إذا المباراة بين قلب الأسد أويلو والأسد نفسه صالح الفقيد توم الإسعاف. تحدي أبطال، تحدي فرسان. أكبر فارس الآن موجود في هلال كردفان حتما قطعا هو الإسعاف، ونقول عذرا يا الجمل ولويلو. قلب الأسد حتما هو الرمز في نادي صغر الجديان، وأيضا نقول عذرا يا الخير حمدان شبو. كل لاعب بكل تأكيد، كل فارس له زمانه، كل فارس له هيبته في زمن معين، ولكن هذه الأيام هي أيام الإسعاف والدقاقة ولويلو والطلقة النارية والفتح المبين والانفلونجا والكاربينو وهلم جرة. أسماء بالتأكيد متميزة في المصارعة السودانية، عناصر شبابية تمثل العصارة بتاعت الفرسان في المصارعة السودانية. يقارع الأبطال، يقارع لعيبة الوسط، يكون في الرياض، يكون عنفوان. هذا اللقاء بالتأكيد حيكون من اللقاءات اللي حتحكى لأيام وأيام. إن كان فيه هدف أقول بين الإسعاف قلب الأسد وبين الأسد صالح الفقيد توم لاعب نادي هلال كردفان صاحب الشورت الأزرق هو الإسعاف والفانيلا الكاكية. أما الآخر صاحب الفانيلا السماوية المخططة بالأبيض والشورت الأسود هو عبد الله بابكر قلب الأسد أويلو. إذا الأويلو والإسعاف هدوء كبار. دائما أقول لك أبطال تبدأ بهدوء، وهدوء يسبق عاصفة، لكن متى ستأتي العاصفة ومن أي النواحي ستبدأ؟ هل من ناحية الجديان من صعيد الجديان عبر الجناح أويلو، أم من ناحية قلب الأسد من ضاحية نادي هلال كردفان عبر الإسعاف؟ إذا تحدي قوة عنفوان لم نشاهدها بعد في هذه الجولة، ولكن حتما قطعا هي قادمة ورسالة موجودة. روينو محاولة ولكن الإسعاف وروينو مع عجيبة رهيبة. هذا اللقاء من نار، لقاء كبار. الإسعاف وروينو حصار رهيب عجيبة. لقاء مجنون، جولة مجنونة بين قلب الأسد أويلو وصالح الفقيد توم الإسعاف. حوار، قوة، رهبة، إمكانيات. أويلو مجنون أنت أويلو، إسعاف فنان أنت إسعاف. إذا دولة رهيبة، دولة مجنونة كانت بين أويلو والإسعاف وما زالت مستمرة. كانت في الماضي والآن في الحاضر موجودة، وقطعا في المستقبل ستأتي بين قلب الأسد أويلو وصالح الفقيد توم الإسعاف. إذا ماذا يفعل أويلو وماذا يفعل الإسعاف؟ إصابة ولويلو حاكمل برغم الإصابة. سؤال الأسد لا أقل عن الأسد الآخر في شيء. إذا أيهما سيخرج منتصر، سيخرج ظافر مظفر في هذا اللقاء؟ أويلو أم صالح الفقيد توم الإسعاف؟ الإسعاف نعرف أنه الأسد الذي لا يخاف. أويلو حتما هو رمز الشجاعة، رمز القوة، ورمز الإبداع في المصارعة السودانية، لأنه لاعب يبتعد في كل لقاء، يبتعد في كل جولة، في كل مباراة بأداء القوي، بأداء الشجاع، بجسارته المتمثلة في التحدي والأبطال والفرسان. تقدم من الإسعاف ورابح من أويلو. هو التكتيك من قلب الأسد أويلو، بينما الأسد يتقدم بحذر بالتأكيد، بحذر يتقدم الإسعاف، والأويلو يحاول بالتأكيد جاهدا أن يخرج متعادل من هذه الجولة، أو ربما لتكتيك موجود عنده، ربما لخبرة موجود عنده. والإسعاف والأويلو تأتي الصافرة من خبيث الدوم منطقة لتنهي اللقاء، تنهي الجولة تعادلية بين قلب الأسد أويلو وصالح الفقيد توم الأسد إسعاف. إذا لقاء انتهى تعادلي، جولة انتهت تعادلية، ولكن كانت جميلة، كانت حلوة مثيرة، كانت رائعة وكبيرة، كانت لقاء بالتأكيد جميل جدا بين أويلو وصالح الفقيد توم إسعاف. شاهدنا فيه كل إمكانيات المصارعة السودانية، القوة
والشجاعة والعنفوان. إذا تلفزيون الإعلان أيضا حاضر في هذه الأمسية الجميلة، موجود معنا، نتمنى له الخروج بمادة إعلامية رياضية جيدة دسمة، نكون موفقين في نادي هذا الحدث المصارعة السودانية في هذا اللقاء الكبير الذي يجمع بين نادي صغر الجديان من الناحية الجنوبية مع نظير نادي هلال كردفان من الناحية الشمالية. إذا حتى هذه اللحظة الجولة رقم 9 هي القادمة، 8 جولات مضت والنتيجة لا تزال تفوق لهلال كردفان بهدفين مقابل هدف واحد، ويكون لنادي صغر الجديان المكمون. إذا النتيجة تعادلية، هدفين لنادي الجديان وهدفين لهلال كردفان، وداخل الميدان 2 أشبال، لكن الأشبال هم بقامة لعبة الوسط بما يمتلك من فنيات، بما يمتلك من خبرة وشراسة. إسماعيل الفكيكي الإسعاف الصغير، سوزوكي المتألق والمتعمق هذه الأيام بأداء الجميل اللي بيقدمه يواجه خطر جديد، لاعب جديد ودائما نقول الجديد جديد، ما هذا الخطر العديد. هذه اللعبة اسمها جديد، هذه اللعبة سلمكائية أم هذه اللعبة لعبة استثنائية؟ اللعبة الجديدة جابها لاعب نادي صغر الجديان. إذا الكوف صغر عبود سوزوكي، فسابق سوزوكي، فهذا التمساح ربما يطلع السوزوكي، ربما يروح السوزوكي ضحية لهذه اللعبة السلمكائية أو هذه اللعبة الاستثنائية اللي شفناها من لاعب نادي صغر الجديان الجديد صاحب الشوط رقم 16. إذا كوكو والجديد نسميه الجديد بند أو الجديد شديد أو النيو بالتأكيد شاهدنا منه محاولة أولى تنم عن أن لاعب يملك فهم في المصارعة السودانية، وإن كان هذا اللاعب يذكرني